دلوقتي انا عارف ان انت قاعد بتفكر في الكلية اللي انت عايز تدخلها، وقاعد بقى ايه يعني يمكن الكلام ده من وانت في اعدادي. قاعد بقى بتفكر والله اسمع من ابويا مثلا اطلع مهندس، فحاضر هطلع مهندس. امي ادخل طب، فتمام. فتلاقي نفسك ايه، انت عايز تدخل احسن كلية، او انت عايز تدخل كلية زي ما بنقول كده كليات قمة. هو في حاجة اسمها كده اصلا؟ تعال نشوف الموضوع ده مع بعض. وتعالى كده اقول لك، يعني اعتبرني اخوك الكبير، يعني انا هقول لك كده الحاجات اللي مريت بيها، وهقول لك برضو ازاي تفكر وانت بتختار الكلية بتاعتك. وهل فعلا كل اللي احنا بنسمعه ده حقيقي ولا ده اي كلام؟ وهل الكلية اللي انت هتدخلها دي هي فعلا هتعمل لك مستقبل وهتعمل لك فلوس، ولا ايه الدنيا؟ الموضوع ده ماشي ازاي؟ تعال نشوف الموضوع ده. طيب مبدئيا كده عايزين نفهم ان مفيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قليلة وكلية عالية، مفيش الكلام ده. طيب هو اساسا الكلية على اي اساس بقت في القمة او بقت بمجموع قليل؟ الكلية بالظبط، انت لو دخلت كده كلية ليها علاقة بالاقتصاد، يعني لو دخلت مثلا كلية تجارة او اقتصاد او اي حاجة من الحاجات دي، هتعرف ان عندنا حاجة اسمها عرض وطلب. يعني ايه عرض وطلب؟ يعني انت عندك والله مثلا التليفون ده في عليه طلب كبير، يعني كل الناس بقت عايز تشتري الجهاز ده، فهتلاقي ان سعره بيعلى. زي بالظبط كده لما تيجي مثلا ايه في ازمة في الرز مثلا، فتلاقي ان الرز سعره بيغلى. طب هو بيغلى ليه؟ بيغلى لان ناس كتير قوي عايزين يشتروا الرز ده، بس الرز ده مش موجود في السوق، او كمية الرز اللي موجودة محدودة. يعني مثلا احنا عندنا 100 كيس رز وعندنا 100 فرد عايزين يشتروا ال 100 كيس رز ده، ولنفرض ان الكيس الواحد بجنيه، فال100 هياخدوا ال 100 كيس عادي، مفيش اي مشكله. طب لو افترضنا بقى ان ال 100 كيس دول مش 100، بقوا 50، الكميه اللي في السوق بقت 50، بقوا 50 كيس. اللي هيحصل هنا ان اللي معاه اكتر هيدفع، وبالتالي الكيس هيبقى ب2 جنيه، فيبقى في 50 واحد بس هم اللي هياخدوا اكياس الرز دي. نفس الفكره في الكليات. يعني انت عندك كليه طب مثلا، ولنفرض ان هي بتقدر تستوعب 1000 طالب، احنا عندنا فيه 10,000 طالب. طب ال10,000 طالب دول كلهم عايزين يدخلوا طب. طب عايزين يدخلوا طب ليه؟ لان المعتقدات القديمة بقى ان انت اطلع دكتور عشان تعمل فلوس كويسة. طب نرجع للموضوع بتاعنا، ان احنا عندنا ال10,000 طالب دول عايزين يدخلوا كلية طب، وكلية طب ما تقدرش تستوعب غير 1000 طالب بس. اللي هيحصل ايه؟ ان اللي يدفع اكتر يدخل، او اللي جايب مجموع اعلى يدخل. هي دي فكرة الكليات. طب لو افترضنا ان ال10,000 دول كلهم بقوا عايزين كلية حقوق مثلا، اللي هيحصل ايه؟ ان كلية حقوق هتبقى هي اعلى كلية واكتر كلية مجموعها عالي. ده ليه؟ لان الطلب عليها كبير. فهي مفيش حاجة اسمها كلية قمة او كلية مجموعها قليل او كلية مجموعها عالي، مفيش حاجة اسمها كده، لان ده بيتوقف على طلب الناس على الكلية دي. يعني لو كل الناس فجأة قررت انها عايز تدخل كلية زراعة، كلية زراعة هتبقى رقم واحد. زي زمان كانت كلية حقوق هي رقم واحد. فشيل الفكرة دي من دماغك خالص. طب هو احنا ليه بندخل الكلية، او ليه اصلا بنبقى عايزين ان احنا ندخل كلية قمة زي ما بنقول؟ هتقولي عشان انا حاببها وعشان انا عايز ادرس المجال ده. هقولك انت ما تعرفش انت بتحب ايه. دي حقيقة، انت بيتهيألك ان انت حابب المجال ده، بس 90% مننا، وبقول 90% لان في ناس بتبقى مولودة عندها موهبة بالفطرة في نقطة معينة، ولكن 90% مننا هو ما يعرفش هو عايز ايه. هو ما يعرفش اصلا هو هيدرس ايه، ما يعرفش الكلية دي بالنسبة له حلوة ولا وحشة، هو ما يعرفش اي حاجة. هو بيردد اللي بيسمعه من المجتمع او بيسمعه من اهله، اللي هو والله ادخل الكلية دي مجال الدراسة فيها حلو، او ادخل الكلية دي عشان تعمل فلوس كويسة. وبمناسبة الفلوس، انا عايزك تفهم ان الفلوس ما بتجيش بالوظيفة. يعني انت لو فاكر ان انت ايا كانت الكلية انت هتدخلها والوظيفة اللي انت هتشتغل فيها مش هتعمل منها فلوس. يعني الفلوس ما بتجيش بالوظيفة، الفلوس بتيجي بتشغيل الدماغ. ففكك بقى من ان انت ايه والله انا عايز ادخل كليه طب، عايز ادخل كليه هندسه عشان هيبقى فيها مرتباتهم عاليه. لا، سيبك من الكلام ده. طب من اللي فات كده نستنتج ان مفيش حاجه اسمها كليه احسن من التانية، وكل مجال دراسه وليه البحر بتاعه، ليه الدنيا بتاعته. لان ببساطه كده انا ما اقدرش اقول لك ان الموز احسن من التفاح، دي حاجه وده حاجه تانية. فكل كليه ليها مجال الدراسه بتاعتها وليها دنيتها. وعايز اقول لك ان كتير اعرف مهندسين مش لاقيين شغل، وكتير اعرف مهندسين عملوا شيفت كارير وراحوا يشتغلوا حاجة تانية، وكتير اعرف ناس دخلت كلية هندسة بعد ما دخلت الكلية قعدت فيها سنة سنتين، لقى نفسه انه مش حابب الدراسة، او لقى نفسه فشل فيها اصلا، فحول مثلا كلية حقوق. اصبحت انت اللي جايب مجموع قليل
ودخلت كلية حقوق من البداية انت سابقه بسنتين، يعني انت انجح منه. انت مدرك الفكرة؟ فهي مش قصة ان اللي دخل كلية عالية او مجموعها عالي، وهرجع اقول لك تاني مفيش حاجة اسمها كلية عالية لان هو عرض وطلب. اللي دخل كلية عالية ده انجح مني، لا مفيش حاجة اسمها كده. انت ايا كانت الكلية اللي انت دخلت فيها فليها مجالها وليها دنيتها، وتقدر ان انت تعمل فيها كل حاجة. طيب يا سيدي، هتقول لي انا اعمل ايه؟ انا سمعت كلامك دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. هقول لك مبدئيا كده انت ما تعرفش انت عايز ايه. وعايز اقول لك ان انا شخصيا من وانا في اعدادي كنت غاوي البرمجة والكلام ده، وكنت بدأت اشتغل فعلا في الكلام ده، وخلاص ده حد هو يدخل حاسبات، هو ملوش مكان تاني. ومع ذلك لما المجموع بتاعي دخلني كلية تجارة كنت متضايق جدا، ويعني مش طايق الكلية. اسبوع اسبوعين حبيت الدراسة جدا، وعايز اقولك ان لو رجع بيا الزمن وجبت 100% انا هدخل كلية تجارة بايدي. اكتشفت بعدين ان كلية تجارة هي احلى حاجة حصلت لي في حياتي، فبسبب كلية تجارة انا حياتي حرفيا اتشقلبت. فما تقولش بقى ايه انا لما دخلت الكلية دي انا هفشل او انا لازم ادخل الكلية الفلانية والا حياتي هتنتهي. فكك من الهبل ده كله. يبقى اول حاجة تعملها ان الكلية اللي هتدخلها حاول ان انت تستمتع بيها. ما تسمعش كلام بقى اللي هو الدكاترة وحشين، ان المحاضرات متعبة، ان الكلية مقرفة. ما تسمعش الكلام ده. انت اول ما تدخل الكلية حب اللي انت بتدرسه، يعني حاول ان انت كده تبص على الموضوع من فوق، اللي هو انت بتقرأ الكلام وبتحاول ايه تستوعب هم عايزين ايه وايه اصلا الكلام ده. فحاول ان انت تدخل دماغك في الموضوع، هتلاقي نفسك حبيت مجال الدراسة ده. يعني هتلاقي نفسك ان الكلية اللي انت دخلتها انت حبيت الدراسة بتاعتها، لان خلي بالك كل الكليات ممتعة وكل الدراسات اللي ممكن تعملها ممتعة. فما تحطش في دماغك ان الكلية دي وحشة او الكلية دي لا انا مش عايز الدراسة بتاعتها. انت ما تعرفش انت عايز ايه، زي ما قلت لك وهرجع اقولها لك 100 مرة، انت ما تعرفش انت عايز ايه. فاستمتع بالدراسة بتاعتك، لان يعني انت لو استمتعت فعلا انت هتنجح وهتعدي الناس اللي هي دخلت طب وهندسة والكلام اللي انت يعني ايه كان نفسك تدخله ده. تاني حاجة واهم حاجة واللي فعلا هتندم لو ما عملتهاش وانت في الكلية، ان انت تتعلم مهارة تقدر تشتغل منها كفريلانسر. يعني انت مثلا ولنفرض دخلت كلية تجارة، ما يمنعش ان انت تتعلم اي حاجة تانية، تتعلم مثلا مونتاج، جرافيك ديزاين، تتعلم اي حاجة تبدأ ان انت تشتغل بيها وانت في الكلية. ما يجراش حاجة. سيبك بقى من فكرة اللي هو ايه لا انا هستنى لما اتخرج، لا انا هشوف الوظيفة بتاعتي ايه. التخرج في حد ذاته مش انجاز. يعني انت لما تتخرج وتشتغل في وظيفة او تشتغل ايا كان الشغل اللي هتشتغله ده العادي. لا انت المفروض تتعلم حاجة، مهارة تفيدك في ان انت توجد مصدر دخل تاني، تبقى وانت في الكلية بتعمل دخل. ومش بعيد بعد ما تخلص الكلية تلاقي نفسك هو ده الكارير بتاعك اصلا. يعني تلاقي نفسك وانت في الكلية انت بدأت الكارير بتاعك بدري. وعايز اقولك ان ده هيخليك سابق كل زمايلك وكل الناس اللي في عمرك بسنين كتير. وعايز اقولك ان التخرج او المجموع في حد ذاته مش انجاز. الانجاز الحقيقي هو ده بقى شكله ايه، دماغك بقى شكلها ايه، انت دخلت ازاي وخرجت ازاي. فالانجاز الحقيقي هو ان انت تتعلم بقى اي حاجة، ايا كان المجال اللي انت هتتعلمه، ايا كانت الكلية اللي انت هتدرسها. المهم ان انت تتعلم، هو ده الانجاز فعلا. تتعلم بقى من جوه من بره من اي حتة، يعني من جوه اللي هو الكلية او من بره اللي هو مهارة من بره زي ما اتفقنا من شوية. مهم ان انت تتعلم وتملى دماغك فعلا وتكتسب مهارات تفيدك في حياتك. طيب انا مش هطول عليك اكتر من كده، اعتبرها نصيحة من اخوك الكبير. فروح كمل مذاكرتك. على فكرة اللي بقوله ده مش معناه ان انت ما تذاكرش، لا روح كمل مذاكرتك وحاول ان انت تجيب اعلى مجموع تقدر عليه عشان توسع بس دايرة الاختيارات قدامك. يعني زي بالظبط كده موضوع الرز اللي اتكلمنا عليه من شوية، ال100 واحد اللي كانوا عايزين 50 كيس رز، لو فيهم واحد معاه فلوس كتير هو مش هيفرق معاه الكلام ده. فانت حاول ان انت توصل لاعلى حاجة تقدر توصل لها، بحيث ان انت يعني تقدر تختار براحتك، يبقى الموضوع عندك فيه يعني حرية شوية. وبما انك وصلت للجزء ده في الفيديو فعايزك بقى تقفل الفيديو وتروح تذاكر. بس قبل ما تقفل ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وحط لي كومنت كده صبح ولا مس عشان اعرف مين كمل الفيديو للاخر. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.